النهاردة حلقة جديدة من سلسلة حلقات لو بتفكر ومحتار تشتري ده ولا ده. مقارنة النهاردة هتكون بين كلب الروتوايلر وكلب الكين كورسو. المقارنة دي مش عشان تفضيل كلب عن كلب، المقارنة دي غرضها انك تعرف الكلب المناسب ليك ولأسرتك. الطول، الوزن، يلا بينا نبدأ التحدي. الصحة العامة، كلب الروتوايلر هو صحي ولكن معرض لبعض الأمراض، وأكتر مرض هو البارفو لو ما خدش التطعيمات بتاعته في الوقت المناسب. وأنا كنت عامل فيديو عن أهمية التطعيمات عند الكلاب، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن. وهو كمان ممكن يتعرض لبعض مشاكل حساسية العين والكوع. أما كلب الكين كورسو هو بيعاني من مشكلات مفصل الفخذ وحساسية العين. دورة الحياة، يعيش كلب الروتوايلر من 8 ل 10 سنين، أما كلب الكين كورسو يعيش من 10 ل 12 سنة. المعاملة مع الأطفال والعائلة، كلب الروتوايلر وافي جدا مع الأطفال، بس لازم يكون تحت الإشراف عشان قوته البدنية وحجمه الكبير. كلب الروتوايلر محب جدا للعائلة ومن الكلاب المخلصة ليهم، أما كلب الكين كورسو من الكلاب المحبة للأطفال، بس لازم برضو تكون تحت الإشراف ومحبة للعائلة. الذكاء، كلب الروتوايلر تم وضعه في المركز التاسع كأكثر الكلاب الذكية في العالم، وده عشان بيحفظ الأمر بعد 5 مرات من تكرار. أما كلب الكين كورسو من الكلاب الذكية جدا، بس مش من أكتر الكلاب ذكاء. مستوى الطاقة، الكلبين عندهم طاقة عالية جدا واللي بتخليهم كلاب مميزة ونشيطة. النباح، كلب الروتوايلر من الكلاب قليلة النباح ولكن ينبح لو حس بخطر. أما كلب الكين كورسو برضو من الكلاب قليلة النباح ولكن ينبح في أشد الحالات مثل تواجد شخص غريب. سهولة التنظيف، الكلبين من الكلاب اللي شعرهم قصير واللي بيكون سهل جدا في تنظيفهم وتسريحهم بكل سهولة. للملاك المبتدئين، الكلبين من الكلاب القوية واللي بتحتاج لتمرين من الصغر وصعب قيادتهم بالنسبة للمالك المبتدئ. القدرة على الحراسة، الكلبين من الكلاب الكويسة جدا للحراسة بسبب قوتهم البدنية وحجمهم الكبير، ويتميزون بالمراقبة عن بعد. تحمل الوحدة، الكلبين من الكلاب التي لا تحب الوحدة ولا تركها لفترة طويلة ودهم نحو الحيوانات. كلب الروتوايلر من الكلاب المحبة للحيوانات ولكن في حالة العزل عنهم هيكون عدائي مع الحيوانات الأخرى. أما كلب الكين كورسو مش من الكلاب الودودة نحو الحيوانات، وممكن تفادي النقطة دي من خلال التربية معهم من الصغر. سعر الكلبين، كلب الروتوايلر بيبدأ سعره في مصر من 2500 جنيه ل 9000 جنيه، وسعر المستويات العالية من 10000 جنيه ل 30000 جنيه. أما كلب الكين كورسو بيبدأ سعره في مصر من 4000 جنيه ل 8000 جنيه، وسعر المستويات العالية من 15000 جنيه ل 40000 جنيه. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. يا رب أكون فدتكم في حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك لو الفيديو عجبك، وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد انا انزله. ولو حد عايز مقارنة بين كلبين معينين يكتب لي تحت في الكومنتس. كان معاكم يوسف حنا، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.